في جغرافيا النفس في مدينة غريبة، شوارعها ضيقة ونورها خافت وأصوات فيها بتهمس. المدينة دي اسمها الخوف. الخوف مش بس شعور، ده بوابة بتغير كل قراراتنا. ممكن القرار ده يا ينقذك يا يحبس حياتك، واللي جاي هتسمعه ممكن يخليك تفهم خوفك بس بطريقة جديدة. ولو أول مرة تسمعني اشترك في القناة وفعل الجرس علشان نبدأ الرحلة. اللايك الجميل منك وليك مني الكلام الحلو. يلا بينا. المغول كانوا زي إعصار خوف ماشي على الأرض. قبل ما يهجموا على أي مدينة كانوا بينشروا الرعب فيها. إشاعات عن مدن اتحرقت وجثث مليانة في الطرق وصور بشعة للي يعاندهم. والنتيجة مدن كاملة فتحت أبوابها من غير ما يخرج سهم واحد. الخوف هنا ما كانش دفاع، ده كان جيش موازي بينتصر قبل ما المعركة ما تبدأ. رمسيس الثاني خرج بجيش ضخم علشان يقابل الحيثيين. ده شعب قديم عاش في تركيا دلوقتي، وكانوا وقتها زي قوة عظمى كده بتنافس مصر على السيطرة في الشام. المعركة حصلت عند مدينة اسمها قادش على نهر العاصي في سوريا الحالية. لكن فجأة اتضح ان العدو نصب ليهم فخ. الجنود اتشتتت والجيش وقع في كمين. في اللحظة دي رمسيس حس بالخوف الحقيقي، ضياع المجد والهزيمة وانكساره. نفرتاري اللي كاتب لها على جدور المعابد من أجلك تشرق الشمس هيتجوزها مين؟ رمسيس الثالث مثلا؟ الخوف خلى جسمه يندفع لوحده وسط صفوف الأعداء، ورغم اندفاعه ده الجيش كان على وشك الهلاك. لولا وصول تعزيزات أنقذته. خوف خلى رمسيس يندفع، لكن لو ما كانتش التعزيزات دي جات له كان اسم رمسيس اندفن في قادش لحد دلوقتي. الخوف ساعات يحركك لكن عمرك ما تعديه لوحدك. المغول نشروا الخوف ده برعب بشري، ورمسيس واجه خوفه باندفاعه وشجاعته. لكن الأعظم في البشرية كلها النبي عليه الصلاة والسلام قال نصرت بالرعب مسيرة شهر كامل. الأعداء خايفين منه، ربنا زرع في قلوبهم الرعب. كمان ربنا قال وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يعني الخوف هنا بالظبط كده زي آلة موجودة معاك، ممكن ربنا ينصرك بيها. الخوف بقى موجود في كل الكتب السماوية. في التوراة داود قبل ما يقابل جالوت كان في خوف طبيعي لكنه غلبه بإيمانه. في الإنجيل اتقال لا تخافوا أنا معكم إلى انقضاء الدهر. الخوف هنا بيتحول لطمأنينة. في الإسلام ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يعني الخوف بيتحول من خوف من الناس لخوف بيربطك بربنا. التلاتة اتفقوا إن الخوف شعور لازم يتوجه صح وإلا يحولك لأسير. لما تدخل مدينة الخوف من منظور العلم هتلاقي إن نفس المركز في المخ مسؤول، الأميجاديلا أو الأميجادالا. تشوف ظل في الشارع بالليل، الأميجاديلا تدي إنذار، جسمك يفرز أدرينالين، فجأة ضربات قلب سريعة، قلق، عينيك توسع، وجسمك يا إما يقاتل يا إما يهرب. المشكلة إن نفس النظام ده بيشتغل مع امتحان أو مقابلة شغل أو حتى رسالة متأخرة على الموبايل. الخوف الطبيعي بيتحول لقلق مزمن. دراسة في جامعة ستانفورد بتقول إن الخوف لو طال بيغير تركيب المخ ذات نفسه. تخيل. أبحاث تانية لقت إن التدريب على التنفس العميق بيقلل نشاط الأميجاديلا بنسبة 30%، وإحنا قلنا فوق إن الأميجاديلا هي اللي بتدي إنذار يا إما تقاتل يا إما تهرب. يعني العلم بيقول إن الخوف مش عدو، لكن لازم نتعلم إزاي نديره. الخوف حوالينا في كل لحظة، خوف من الفشل، خوف من الرفض، خوف من المجهول. بس كمان الخوف هو اللي بيخلينا ناخد بالنا من الطريق، اللي بيخلينا نذاكر قبل الامتحان، نشتغل طول الشهر علشان ندفع الجمعيات، نأكل العيال. هو اللي بيخلينا نمشي في طريقنا، هو اللي بيخلينا نربط حزام العربية واحنا ماشيين على الطريق. تخيل. بص يا غالي، الخوف طاقة، لو حولته لحذر إيجابي بيحميك، لو سبته يسيطر بيبقى سجانك.
وعايزك بقى أول ما تخش مدينة الخوف تحط في دماغك تعمل اللي جاي. اسأل نفسك إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ في الغالب مش هيحصل حاجة، أو هيحصل نص اللي أنت كنت مفكر فيه، أو ممكن ما يكونش أصلا خوفك ده له أساس من الصحة. بس اسأل نفسك السؤال ده. خد نفس عميق 4 مرات أو 3 مرات أو مرتين أو مرة. ده بيهدي الأميجاديلا فورا، الأميجاديلا اللي احنا اتكلمنا عنها فوق، اللي هي بتدي إنذار وبتتجنن. كمان ممكن تدون مخاوفك دي على أي ورقة، اكتب أنا خايف من كذا 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 كذا. الكتابة دي بتفرغ أو بتهديك أو بتخلي الخوف ده يفرغ نص قوته اللي عندك. وفي الآخر حول خوفك ده لفعل، ادرس أكتر، استعد أكتر، وأعدوا لهم ما استطعتم أكتر. جرب أي خطوة صغيرة. الخوف مش هيمشي، بس ممكن تخليه يخدمك بدل ما يحكمك. مدينة الخوف مش بعيدة عننا، كل واحد ممكن يسكن فيها لحظة أو لحظتين أو يوم أو شهر أو سنة، أو يسكن في الخوف طول العمر. لكن اللي هيفرق سايب الخوف يسوقك ولا أنت اللي ماسك الدفة. المغول استخدموا الخوف كرعب دموي. رمسيس واجه خوفه بشجاعة. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا نصره بالرعب. الخوف مش ضعف، الخوف بوصلة، لو مشيت وراه صح يفتح لك باب الحياة، ولو سبته يسيطر بيقفل عليك كل الأبواب. استنونا الحلقة الجاية واحنا داخلين على مدينة جديدة من جغرافيا النفس، وهي الدهشة.